هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. إذاعة الوفاق الوطني تابعة للجماهير الإريترية، وتبث برامجها من المهجر بواسطة الأقمار الاصطناعية كل يوم سبت من 8:00 صباحا إلى 9:00 صباحا بتوقيت أسمرة، إلى كافة الربوع الإريترية والمناطق المجاورة بكل مصداقية وأمانة. مرحبا بكم مستمعين الكرام مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاء الأسبوعي المتجدد من إذاعة الوفاق الإريتري. نقدم لحضراتكم برامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019، وسوف يتضمن برامجنا لهذا اليوم برنامج بصراحة بعنوان السياسة هي فن الممكن وليس أنا أو الطوفان، من إعداد والتقديم أحمد القيسي، والتعليق السياسي بعنوان ما وراء استهداف أفورقي المستمر للسودان، يقدمها عبد الرحيم البرعي. وسوف نقدم لحضراتكم أيضا أغنية للفنان إدريس محمد علي. نتمنى لحضراتكم وقتا ممتعا مع إذاعتكم إذاعة الوفاق الإريتري. بصراحة السياسة فن تحقيق الممكن وليس أنا أو الطوفان. الصراعات السياسية بين الفرقاء السياسيين في المحيط الإريتري دائما ما تجد ظاهرة التمترس في موقف واحد تمليه اعتبارات من كان في الجبهة لا يتزحزح عن تأكيد صوابية موقفه، ومن كان في الشعبية نفس الحالة والمنوال. هذا النوع من السلوك السياسي أسقط على واقع المعارضة في خلافاتها، ومن خرج عن هذا الإطار شق لنفسه طريقا مختلفا تماما، مستلهما خطابه السياسي من واقع التخلف الاجتماعي، كمثال كحركة الأجازيان. ولأنها بلا جذور تاريخية فهي تستعين بتاريخ الشعبية وتعظم دور رموز التجرينية، خاصة من برزوا بشكل أو آخر في حرب التحرير. وهذا أسلوب أقل ما يقال عليه أنه سوقي وليس تصرف قوى سياسية لها رؤية وهدف. الجانب الآخر كانت هناك الحركات الإسلامية، وبرغم مشروعية قضيتها إلا أنها وقعت في فخ اللون الواحد، وأصبح الموقف السياسي قائما على أداء الآخر بدلا من طرح قضية المسلمين في إطارها الوطني. وسلوك سياسي مثل هذا لابد أن يقابله رد فعل من الطرف الآخر. حاليا هناك مراجعات جيدة لبعض القوى الإسلامية، وأتمنى أن تتطور الرؤية في المراحل القادمة. تماشيا مع هذه الحالة كان لابد من ظهور تجمعات أقليمية في جانب التجرينية كرد فعل، وبدأت القوى الإسلامية في العودة إلى واقعها الاجتماعي المعبر عنه قبليا وأقليميا وعرقيا، وهكذا
وكأن المجتمع عاد إلى سابق عهد الستينات. والسبب الأساسي في تصوري هي فقدان الثقة في ظل غياب المشروع السياسي الجامع للكل. وما زاد الطين بلة إن النظام نفسه كان الميسر في اللعب بهذه التناقضات واستغلالها لإضعاف أي حركة مدعومة شعبيا ضد استمراره في السلطة. هذا الواقع المؤلم أعطى النظام الورقة الرابحة لاستمرار وسيطرته المطلقة على مدى عقدين ونصف، بينما المنطق ومن خلال الممارسات اليومية للنظام كانت كافية كي تتوحد الجهود لإسقاطه. لكن الممارسات السياسية والثقافة التي حكمت هذه الممارسة كانت الكارثة التي أعطت النظام عمرا وزمنا لا يستحقه، وشعبا يدفع بشكل يومي تضحيات مواجها أعتى أصناف من المعاناة، ومستقبلا تبدو ملامحه سوداوية. الشيء الغريب في الموضوع أن الشعب الإرثي وقياسا إلى شعوب المنطقة في الجوار وشعوب دول القارة الأفريقية يعتبر أكثر تقدما في تماسك نسيجه الاجتماعي، ويهتز هذا التماسك حين تبرز المسائل الوطنية الكبرى، وسرعان ما تجد قوى مستفيدة من هذا الاهتزاز وتقوم بدورها في تأجيج حدة الخلافات التي تبرز هنا وهناك. هذه الحالة أصبحت العقدة المستعصية أمام أي عمل سياسي جاد يخرج هذه الأمة من أزمتها المزمنة. إنما يجب أن نعيه أن الزمن يمر، وهجرة الشباب من الوطن بلغت مستوى ينبئ بالخطر، والمتغيرات الجيوسياسية تأخذ أبعادا في الصراعات الدائرة في المنطقة، والنظام يرسخ قواعد استمراره عبر استبداد قل نظيره، ضاربا عرض الحائط بأبسط القواعد الوطنية والأخلاقية، وأنظمة تسقط في الجوار وتأتي أخرى بحسابات أطراف أقليمية ودولية، وحروب تشتعل هنا وهناك، وبحر يزدحم ببوارج أطراف متعددة، حتى إثيوبيا في طريقها لتضع لها موضع قدم في البحر. وسؤال يبرز: هل يحدث هذا بدافع مصالحها أم خدمة لأطراف خارجية؟ كل ذلك يفترض قراءته بكثير من العناية والتدقيق من قبل المعارضة بكل أطيافها، وإلا بالنتيجة ستجد نفسها أي المعارضة وقد أصبحت خارج قوانين اللعبة المرسومة من قبل الآخرين الذين يحاولون تحقيق مصالحهم وليس مصالح شعوب المنطقة. وحينها يكون الوقت قد مر، كما إن المسؤولية لا تقع على القوى السياسية في المعارضة لوحدها، بل على جميع قطاعات الشعب في أي مكان أو موقع يتواجد فيه، قبل أن يأتي زمن وحقائق لنجد كل الحقائق قد تبدلت، ونصبح نحن الغرباء أمام جوهر قضيتنا وهي الوطن. لكم التحية والسلام عليكم. بلادي في درب الأحرار
تدك جدار الفاشية ما عاد كفاحك يا وطني صفحات نضال مطوية ما عاد كفاحك يا وطني صفحات نضال مطوية ما عاد كفاحك يا وطني صفحات نضال مطوية صفحات نضال مطوية صفحات نضال مطوية
ما وراء استهداف أفورقي المستمر للسودان بقلم آدم حاج موسى. ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لاختراق الثورة الإريترية منذ انطلاقتها في العام 61,900 باستمرار، وذلك لسببين. الأول هو إن الثورة الإريترية حركة تحررية ضد الاحتلال الإثيوبي الذي تجرى على إسقاط الدولة الإريترية بمشروع قرار أمريكي كامل الدسم. لجهة إن الإمبراطور هيلي سلاسي كان حليفا قويا لها، وبالتالي أرادت واشنطن أن تهديه إريتريا التي كانت جزءا من تركة الطليان المهزومين في الحرب العالمية الثانية. إلا إن وبعد مرور سنوات تغيرت طريقة التفكير عند الأمريكان بفعل صمود الشعب الإريتري العظيم وثورته الباسلة، بعد أن غدت الثورة رقما لا يمكن إغفاله أو تجاوزه بسبب عدالة القضية الإريترية. وإن فبركة فرية الإقليم 14 وتزييف الحقائق لتاريخ مسند بالوثائق والأدلة بات أمر لا يمكن الاعتماد عليه. والسبب الثاني هو ناتج عن القناعة الذاتية التي توصل إليها الأمريكان بشأن عدالة القضية الإريترية وبعدم جدوى الوقوف أمام إرادة الشعب الإريتري، فعملت على اختراق الثورة من الداخل للاستفادة من محصولة أهدافها خاصة، بعد أن تحولت إثيوبيا إلى حليف للاتحاد السوفيتي في عهد العقيد منغستو هيلي مريم. وقد نجحت الولايات المتحدة في اختراق الثورة الإريترية من خلال عميلها القديم المتجدد إسياس أفورقي الذي أرسل إلى الثورة الإريترية من قبل الاستخبارات الإثيوبية في عهد هيلي سلاسي. وقد أثبت ذلك شهادات عديدة من شهود عيان وشركاء أفورقي في عمالته منذ عام 70,900، وهذه الشهادات منشورة في المواقع الإعلامية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وإن معظم من قدم هذه الشهادات هم على قيد الحياة. وقد عملت أمريكا عبر منظماتها في العام 75,900 على تأسيس نقابات عمالية وطلابية وشبابية داخل إثيوبيا بغرض استعادة إثيوبيا من الداخل. وعندما عجزت عن ابتغاها بصورة قاطعة توجهت إلى الاتصال بالثورة الإريترية وتحديدا بقوات التحرير الشعبية لجبهة تحرير إريتريا لوجود تيار أسياسي فيها، وتم توجيه منتسبي تلك النقابات إلى الثورة الإريترية وكذلك إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وقد استطاعت الولايات المتحدة أن تجمع بين الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في توقيع اتفاق وتنسيق مشترك بينهما، وذلك في عام 78,900. وقد أدى هذا الحلف الأمريكي إلى تصفية جبهة تحرير إريتريا في العام 81,900 لجهة إن الجبهة تنظيم ماركسي قام وفد منها بزيارة إلى موسكو للتنسيق في ذات التوقيت الذي كانت تسعى فيه أمريكا لجمع الشعبيتين اللتين حظيتا بدعم منقطع النظير من الولايات المتحدة وحلفائها ومنظماتها الإغاثية والإنسانية بالمجالات كافة حتى تحرير إريتريا وتغيير النظام في إثيوبيا في مايو 91,900 للميلاد. وعندما جاءت ثورة الإنقاذ ذات التوجه الإسلامي على الحكم في السودان، وكان موقفها تجاه القضية الإريترية هو ذات الموقف المبدئي الذي كانت تتبناه الجبهة الإسلامية القومية والمستند على عدالة قضية الشعب الإريتري وحقه في تقرير المصير، وحاولت أمريكا الاستفادة منها حتى يتم لها إسقاط نظام منغستو الشيوعي. ولكن في ذات الوقت كان إسياس أفورقي يعمل على تجنيد العناصر المناوئين للإنقاذ في الخفاء، معتكفا على إجراء دراسات وبحوث حول الأوضاع السودانية وفهم طبيعة الأحزاب السودانية واتجاهاتها السياسية والفكرية، وخلق صداقات وتحالفات مع الأحزاب والقوى السياسية السودانية من الأحزاب التقليدية واليسارية حتى تحرير البلاد. وبعد عام واحد من إنجاز استقلال إريتريا سارع إسياس أفورقي على قطع علاقاته مع السودان بصورة مفاجئة ومن طرف واحد ودون سابق إنذار في 5 ديسمبر 94,900، وتم تصنيف السودان بأنه دولة معادية لإريتريا، واتهم السودان بتصدير الإرهاب وشن حملات اعتقال في الداخل الإريتري باعتقال العلماء وأئمة المساجد وأساتذة معاهد الدين الإسلامي والمدارس التي تدرس باللغة العربية
وإخفائهم قسرا ودون تهم ومحاكمات، ولم يعرف عنهم شيء إلى يومنا هذا. وأصبحت قوى المعارضة السودانية وقياداتها من كل ألوان الطيف السياسي مشهدا مألوفا في مدن وشوارع إريتريا، تجاوز عددهم 15 فصيل، وتم فتح معسكرات للاجئين السودانيين في حزحز وهيكوتا، وعقدت مؤتمرات وأسست معسكرات تدريب وتأهيل ومقرات ومكاتب وإذاعة وصحف، بل وصل الأمر إلى تسليم مبنى السفارة السودانية لتجمع المعارضة في إشارة إلى حتمية سقوط النظام في الخرطوم وحل التجمع المعارض محله في السلطة. وفي مارس عام 97 بدأ نظام أفريقي هجومه الموسع ضد السودان من عدة محاور في شرق السودان، ولكن قبل الهجوم حدث أمر غريب، وهو رفض إثيوبيا المشاركة في الهجوم على السودان بشكل قاطع، وهو الأمر الذي وضع النظام الأفريقي وحيدا في تلك الحرب كقوة محلية في مواجهة السودان على الجبهة الشرقية. إلا إن السودان استطاع أن يتصدى لهذا العدوان بجدارة. وفي 6 مايو عام 98 استيقظ العالم فجأة على هجوم عسكري مباغت من نظام أفريقيا على إثيوبيا تحت غطاء استعادة قرية بادم المحتلة من قبل إثيوبيا، وسرعان ما تحولت إلى حرب شاملة ضد إثيوبيا حاملة لأهداف أخرى أهمها إسقاط نظام الويجان التجرائي الإثيوبي. ولم يدري الشعب الإريتري عن مسببات هذه الحرب حتى هذه الساعة بسبب حالة التعتيم والغياب والتغييب المفروض على الشعب الإريتري في الداخل والخارج، مع إحساسه المتنامي باستمرار بأنها ليست حربا لاستعادة بادم كما كان يتشدق النظام، وإنما كانت الحرب من أجل تأديب التجراي الذين خرجوا من بيت الطاعة رافضين إسقاط وتقسيم السودان ذلك العدو المشترك، كما كان يعتقد أفريقي ولا يزال. وقد أهلكت هذه الحرب ما أهلكت طوال 20 عاما الماضية من أبناء الشعبين الإريتري والإثيوبي، وخلفت آثار وتداعيات لا حصر لها اليوم. وقد عادت أمريكا لنفس المربع الأول لتنفيذ خطتها القديمة الداعية لإسقاط السودان كدولة وكيان في إطار ما يعرف بصفقة القرن، الهادفة إلى تفكيك دول منطقة القرن الأفريقي وتقسيمها إلى دويلات صغيرة الحجم والموارد، وذلك بعدد من الإجراءات على الأرض بعمل ترتيبات محكمة تخطيطا وتنفيذا وتهيئة للمسرح الذي سوف تجري فيه عملية إسقاط السودان على النحو التالي: تغيير النظام في إثيوبيا وإبعاد الجبهة الشعبية لتحرير التجراي من سدة الحكم في إثيوبيا من خلال صناعة واستغلال الاحتجاجات الجماهيرية في إقليم الأورومو والأمهر حتى لا يتكرر مشهد عام 97 رعاية المصالحة بين النظام الإثيوبي الجديد ونظام السياس الأفريقي، وإنهاء عمل المعارضة الإثيوبية في الأراضي الإريترية، والعمل على عودتها إلى إثيوبيا بغض النظر عن مطالبها وأهدافها المعلنة في مواثيقها والتي نشأت من أجلها. إشراف كل من السعودية والإمارات لجهة تمويل عملية إسقاط السودان، على الرغم من أن السودان يشاركهما في حربهما في اليمن دفاعا عن الأراضي المقدسة، فضلا عن كونه عضوا بجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. إنشاء حلف جديد في القرن الأفريقي يتكون من دول إثيوبيا والصومال وجيبوتي وإريتريا وجنوب السودان، وبعد رفض جيبوتي تم إدراج كينيا في الحلف الجديد. التمهيد لخطة إسقاط السودان: رفع الحظر المفروض عن نظام أفريقي من قبل الأمم المتحدة بغرض استيراد السلاح وتسليح الجيوش والميليشيات التي تدرب لغزو السودان. ضرب الجبهة الشعبية لتحرير التجراي وإخراجها من دائرة الفعل والسيطرة على إقليم التجراي الإثيوبي بالكامل لجهة إنها محسوبة على السودان. تدريب وتأهيل وتسليح ميليشيات الأمهرة في إقليم جندر للسطو على منطقة الفشقة المتنازع عليها بهدف فتح جبهات عديدة وإعلان حرب شاملة ضد السودان. إضعاف الجبهة الداخلية السودانية من خلال إثارة النعرات القبلية والجهوية والحزبية، وضرب النسيج الاجتماعي السوداني في الصميم من خلال خلق منابر ومسارات جهوية عديدة وتحت مسميات مختلفة، بالإضافة إلى خلق خلايا سرية لتنفيذ عمليات قذرة داخل المدن السودانية. إفقار السوق السودانية من خلال إغراق الجنيه السوداني وتحويل الدولار إلى سلعة تباع وتشترى مقابل الجنيه في السوق، وضرب الاقتصاد السوداني بالتهريب،
والتخريب وإخفاء السلع الضرورية للحياة من السوق السودانية. التحريض المستمر لقوى خارجية وداخلية بهدف عزل ومحاصرة السودان وزعزعة أمنه واستقراره وخلق حالة من البلبلة خارج وداخل السودان لضرب وإنهاك الجبهة الداخلية في الصميم. وفي نهاية المطاف تنفيذ هجوم عسكري مرتقب واسع النطاق ومن عدة محاور وفي آن واحدة ترتكز محاوره في شرق السودان بحكم استراتيجية الموقع بهدف كسر إرادة الجيش والشعب السوداني، ومن ثم فرض السيطرة الكاملة على السودان مرة وإلى الأبد، وتقسيمه إلى دويلات صغيرة الحجم والموارد مشلولة الإرادة والسيادة تعيش على اعترافها بدولة الكيان الإسرائيلي والمصالح الأمريكية في المنطقة. وهذا هو كل ما في الأمر. تحياتي. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية.